اوف لايف ران 31. ليه بقى فيه سمعة ان شركات السوشيال ميديا اللي في مصر نصابين؟ هل السمعة دي صح؟ هل دي غلط؟ طيب احنا عمرنا ما هنعمم، يعني ما ينفعش تيجي تقول على كاتيجوري معينة ان كل الناس اللي فيها نصابين. لكن لما تقعد تسمع الشكاوي بتاعت الكلاينتس هتلاقي 90% منها منطقية وعندهم حق. انا كواحد، انا قعدت 4 سنين في الجامعة دراستي ماركتينج، و 16 سنة شغال في الماركتينج، فانا داخل على 20 سنة شغل في الماركتينج. حلو. ليه بقى بقول لك ماركتينج ما بقولكش سوشيال ميديا؟ عشان للاسف في ناس عندنا هنا مش عارفين اصلا الاتنين ليهم علاقة ببعض. فبتبدأ ان انت تلاقي ناس تيجي مثلا ايه شغال في السوشيال ميديا، فتيجي تقول له طب انت عندك ماركتنج باك جراوند؟ لا. طب انت خدت كورسز ماركتنج؟ لا. وتلاقيه هو بقى اللي بيقول لك هو ايه علاقه ده بان انا شغال في السوشيال ميديا؟ دي الكارثه اللي هترتب عليها بقى كل اللي احنا بنقوله. هو في ناس كتيره بتفكر شغلانه السوشيال ميديا دي مثلا لو هو بيكتب كونتنت ان انا عندي سنه كرياتيفيتي، ده الكلام ده لو بالعربي، او الانجليش بتاعي حلو لو بالانجليش حلو، ده جزء منها. بس هل انت هتعرف تعمل ماركتنج اناليسيس تشوف الاودينس بتوعك دول انهي طريقه اللي هتكلمهم بيها؟ ما عندوش ماركتنج باك جراوند. هل هتعرف تعمل كومبيتيشن اناليسيس؟ وهنا مش ان انت تبص على الكومبيتيتورز وتقلدهم، لا، تعمل اناليسيس عشان تعرف هم الكومبيتيتورز اصلا ماشيين صح ولا لا. مش هتعرف عشان انت ما عندكش ماركتنج باك جراوند. هل هتعرف تعمل كوميونيكيشن استراتيجي لمده 3 شهور جواها الكونتنت استراتيجي، البيلرز اللي هتتكلم فيها، البيلر دي هتبقى انجيجمنت، دي هتبقى هارد سيلينج، دي هتبقى وينس؟ لا، انت شغال بوست بوست بتاعه. فهنا المشكله. وهنا هتلاقي بقى 90% من اول حاجه الكلاينتس اللي بتقع مع الشركات دي بتقولها لك انا حاسس ان هم ماشيين كده، حاسس ان مفيش خطه. اجي اسالهم طب هنعمل ايه كمان شهر كمان شهرين؟ طب وريني برزنتيشن بتاع، مفيش. ليه؟ عشان هم ما عندهمش ده. حته الميديا باينج، حته الميديا باينج دي في جزء ماركتنج تقيل قوي لازم تعملها عشان تعرف تحط بادجت للميديا باينج. فتلاقي اغلب شكاوي الكلاينتس يقول لك انا مثلا بقول لهم بصرف ايه وبيجي لي ايه ار او اي. طب في كلاينت قال لي انا قلت لهم كلمه ار او اي ده اصلا ما كانوش فاهمين ايه هي، قلت لهم ار او اي اس مش فاهمين ايه هي اصلا. فبالتالي الراجل يجي يقول ايوه ماشي احنا بنصرف بناء على ايه، وايه الهدف من الصرف، وايه عشان البوست تنتشر. ايوه، تنتشر ابيع، لا تنتشر الناس تانجيج، ولا عشان بعمل اويرنس بس، ولا عشان ايه اللي يحصل؟ مفيش. فبالتالي يا جماعه والله العظيم شغلانه السوشيال ميديا كلها 100% ماركتنج. الفهلوه وان انت كل واحد يأجر شقه ويجيب 3 اصحاب ويحط لابتوب ويبقى اسمهم شركه سوشيال ميديا، هتعمل فلوس على المدى القصير لكن هتقفل بعدها ب6 شهور او سنه.